أن الأشخاص الذين يعملون في البستنة يعيشون حياة أطول ويكونون أقل توتراً؟ الإجابة هنا. جنة تحتضن الآلاف من مشاتل الأزهار والورود. بإمكانيات بسيطة عم أحمد يتفنن في إنتاج مختلف أصناف الأشجار المثمرة والنباتات التزيينية. هواية قد تطيل عمركم إلى 100 سنة، لما لا؟ هواء نقي، منظر جذاب، وروائح زكية. هذه هي الطبيعة الساحرة. المكان هنا يعمل على إراحة الأعصاب والشعور بالاسترخاء. تعتبر مشتلة عائلة آغا نموذجاً للجمال، كونها تحتوي على أشجار مثمرة ونادرة ومشاتل للأزهار والورود. داخل هذه المشتلة يقضي عم أحمد يومه بين هذه الورود والنباتات، ويعتبرها الملاذ الوحيد أين يتفنن في إنتاج مختلف أصناف الأشجار المثمرة والنباتات التزيينية. حاجة بغيتها هذه المشتلة، ونبغي لي بلونت، عندي اون ريلاسيون فريمون امبيانتال مع النبات الاشجار. هذا الشيء ماذا بيا تكون حاجه كل يوم نشوفها هكذا خضراء منوره. يفتتح عمي أحمد مشتلته صباحاً أين يستقبل مساعده كمال، وهناك يقضيان يوماً كاملاً في العناية والاهتمام بالنباتات. خدمة يعني نوضوا الصباح نوضوا غير نفتحوا عينينا نجروا للمشتلة. انا سي الله غالب، نشوفوا لي بلونت واش خصهم، واش عندهم كاش المالادي يلزم نداووهم، يلزم تسحق الماء نسقوها، يلزم وحده تبدل ما يفو نديروا لو غومبوتاج. هذا يلزم نبدلوا المحبس. لا بلونت صغيره نديروها في انو تروبو كبير. يلجأ عم أحمد ومساعده بشكل دوري إلى تقليم أطراف الأشجار والنباتات وتهذيبها ثم سقيها. فو لي كونترولي لي بلونت. دي فوا لا بلونت تموت غير من الأمراض، ما تسقيها وتوصلها، مي بالمرض هذاك يبان اون دوا لو سواني وخلاص. لا بلونت اللي تكون تبغي السمش يديروها في السمش، اللي تبغي شويه ميوم يديروها يخلوها في ويشوفوا السقيان. باغ اكزومبل يديروا له ماشي كل يوم، سي با اوبليجي تسقيها تو لي جور، ديري لها جور سور 2 جور سور 4. كيما الورد يدوموندوه بزاف، لي دوموندي لي غوزي. لا غوز شابه ومليحه باسكو علاه سي اون بلونت جو فو دير décorative, c'est une plante d'exposition واللي est vivace aussi تعيش ومليحة تجيب وردة.
يحضر عمي أحمد بنفسه السماد الخاص بالمشتلة ويقلبه بين الحين والآخر. في لو كومبوست هذا نخدموه حنايا، هذو كاع لو فوياج اللي هذا تاع الاشجار تاع لي زوليفي تاع عندنا هنايا لا فرامبواز، عندنا الورق كاع لي فوياج هذاك لايموه ونديروه ان اندروا وين رانا دايرينو طون زون طون لاغوز، وهكذا ما يدورش عليه العام لا بالك 6 7 حتى نديروا له ان ديلي دو اون اني. من بعد نخدم كي نجبدو هذاك il devient terreau végétal. مع التراب تاعهم يخلطوه، يتخلط مليح ويغرسوه طون زون طون، يغرسوا لا بلونت اللي بغاو يغرسوها فيها. اوليو داشتي نقولوا ميم لو تيرو مليح ماشي بصح كيما هذا ستان تيرو فيجيتال طبيعي مليح. ان اونغري ما يشقاش يشري لونغري. كي نجو صباح لهنايا اول حاجه البيبينير تاعنا لهنايا نجو نتفقدوها. اول حاجه كما دوكا سخانه عندنا الماء، لابد الماء نتفقدوا النبات تاعنا اللي ناشفه اللي الاخرين نسقوها. ثاني حاجه كاش كما نقولوا كاش حيوان ولا دخل كاش ما كسر كاش ما الاخر ثاني ندوروا عليها نسقموها. كان وين الريح دي فوا يطيح الاخرين، كان من بعد نزيدوا ندوروا على الحشرات، كان الحشرات يتواسن نزيدوا ندوروا. كاين زبائن اللي يجي يشري حاجه يعتبرها تاع العام كومبلي، يسمى شغل نواره تاع عجبو تاع العام كومبلي، وهي لا هي ستان بريود تاع برك 4 شهور ولا 5 شهور تعاود تتبدل نبات واحد اخرى. حنا ننبهوا نقولوا هذه ماشي تاع اللي يعيش لك عام كومبلي ولا على العام، هذه عندها بريود تعيش كما نقولوا مده 4 شهور، قال من الجانفي حتى الماء، كاين اللي تعيش من الماء حتى الاوت، كان لي سيزون البريودات اللي يعيشوا فيهم النبات، وكان لي سيزون تاع العام يواسوا. نبهوهم احنا نوروا لهم. يقوم كمال بتغيير الوعاء الخاص بالزرع، فهناك نباتات تحتاج لوعاء كبير كي تنمو بشكل سليم. كيفاش نخدموا الشجره عندنا الشجره كنا في الاول كاين الشجره اللي نبيكوها كما الداليه كان نشروها نطارق ملقمه وكلش، كي تطرطق تكبر شويه نعاودو نديروها في بودن كبار. كي يجي زبائن يشريها نفهموه، قال هذه ديها ملقمه مهني، نفهموه كيف خليها كيفاش تنشف، كيفاش ينحي البو تاعها، كيفاش يغرسها، كيفاش يدير لها، كيفاش ثاني يداويها، ماشي غير يسنى غير يغرسها، يسنى وقتها ياكل ولا تطعم. أغلب زبائن المشتلى من السيدات، هن يفضلن اقتناء النباتات التزيينية والورود لوضعها في المنزل والحدائق الخاصة. عائلة نباتية اعتادت المجيء للمشتلى لاقتناء مختلف أنواع الزهور والنباتات التزيينية. كي نجي عند عمي احمد لهنا ينصحني يوريلي واش ندي النباتات اللي كما نقولوا تاع 4 سيزون تاع واللي نديرها في الصالون ولا ما نديرهاش. لكل زهرة أو نبتة جمالها وشكلها الجذاب ولونها الساحر الذي يلفت انتباه الجميع ويجعلهم يتمنون مشاهدة مثل هذه المناظر الجميلة بشكل دائم. أنا واش نحب الحبق، نموت عليه، ونحب لي غاز، ونحب الياسمين، هادو نحبهم بزاف. بابا ويما يحبوا النباتات، عايشة في وسط النباتات، يعني مني كنت صغيرة نحب النباتات. وانا بابانا مسمين على اسامي نوار، عندي اختي كبيرة اسمها وردة، وعندي اختي متوسطة اسمها ياسمين. مولفة انا نجي عند عمي احمد يعطينا نصائح عن النوار،
يورينا كيفاش نعتني بهم، شنو الماده اللي نديروها في التربه باش تولي صالحه للزراعه. ممكن التربه كي تقعدي تزرعي فيها ما توليش مليحه، لازم تعاود ديري تربه واحده اخرى. يقدم عمي أحمد بعض النصائح للزبائن عند اقتنائهم للنباتات والورود داخل المشتلة، بما يضمن عناية كاملة بها. المالادي هذا يقولوا الشامبينيون، هذا ثاني يجي بزاف سورتو لي غوزي، سورتو يجي هذا وقته تاع السخانه، لو موا هذا وقت تاع لي زانسيكت كاع. اما لا كاين لي زانسيكتيسيد يلزم نداووها ونتبعوا. لا بلونت اللي توالم السمش يديروها في السمش، اللي توالم الظل يديروها في الظل. وماذا به هذا مول المشتلى ينصح حتى لي كليون تاوعو ولا يجوا ما كان حتى يسقسوه، هو ماذا به يمد لهم ان كونساي من عنده هكذاك لوجه ربي. باسكو كاين ما يدومونديكش، ما يبالك ما يعرفش يشري لا بلونت باسكو تعجبو، بصح ما يعرفش وفات واش يا تبطا يا سي لي فيفاس ولا لي سيزونيير، ولا يشريها وخلاص. حب عمي أحمد للأزهار جعله يكتسب هواية صناعة باقات الورد الجميلة هذه. Je fais le décor, même pour les bouquets de fiançailles, des voitures pour les cortèges de mariage. Là, je fais la décoration هذه. أشكالها جميلة، فيما الرائحة المنبعثة من الأزهار تطرد الشعور بالقلق والتوتر. ميم بوغ لي جون هذو تكون لهم ان شاء الله عندهم اون غولاسيون كيما انا عندي اون غولاسيون بيانتال، يبغوا الشجره، يبغوا النوار، يبغوا الارض يخدموها، يلزم يخدموها. هذه الصنعه هذه جوستومون واحد يبقى دوز ان جاردان هكذا يشوف في وسط الاخر يديغاج، تنحي له لو ستريس، كان عنده ستريس ميم يحب هذه الخدمه ويخدمها، ميم سي دو سبور طول له في عمره. نجحت عائلة آغا في تحويل هذه الأرض إلى جنة. تحتضن الآلاف من مشاتل الأزهار والورود بعبيق روائحها وجمال منظرها وسحر روعتها. ذاك المنظر الطبيعي الذي تجلت عظمة الله في صنعه وإبداعه في خلقها.